فكرت قبل كده تعيش تحت الميه مع السمك؟ بكل بساطه انا ومنيه، واكتشفنا ان الشارقه فيها اكواريوم وكل انواع السمك، والمكان على البحر، وحلم حياتي من زمان وانا بلعب لعبه فيش فرينزي اني اكون معاهم. فدخلنا المكان وحسيت نفسي تحت البحر. المكان نصه متحف ونصه اكواريوم، وقررت اشرب السمك ميه. ايه ده بقى؟ بدلهم ميه عشان ايه؟ عشان يشربوا. هو السمك بيشرب ايه؟ شفت نيمو، حصان البحر، وسمك تاني، سبحان الله، ومدام نفيخه. اكتشفنا ان دول مش احجار، لا دي سمكه. ولو انتوا مش فاهمين حاجه زي كده هتلاقوا شاشه تقول لكم معلومات عن كل نوع والدايت بتاع كل سمكه. تخيل السمكه عندها دايت وانت لا، وهتلاقوا العاب ليها علاقه بالسمك، والمكان مفتوح تقدروا تمسكوهم في نص الميه. وفجاه ايه ده؟ هو ده قرش يا جماعه؟ ما كنتش مصدقه ان ده اصلا حقيقي. حسيتهم لوهله لعبه بجد، سبحان الله. وفي اللحظه دي كنت عايزه اقول هاي شاركس، كنت حاسه ان ده دبدوب. بعدين اكتشفت انها حقيقيه. والسمكه دي يا جماعه اتنشن اول ما شافتنا عملت استعراض، وفي ممر تحت حوض السمك الكبير ده، وانا بصراحه مش شايفاهم غير سمك سنجاري او بوري. وفي الاخر هتلاقوا شكل مخلفات البحر بعد سنين من التحليل انها مش بتتحلل. فبكل بساطه ده يعلمك ان المره الجايه لازم تعرف انك مش عايش لوحدك، وتحافظ على السمك وعلى البحر وعلى نفسك، عشان لو